التجار لم ينتظروا إلى أن ينبلج الصباح، فهرعوا إلى محلاتهم في منتصف الليل لإحصاء الخسائر وتنظيف وكنس الأزبال والطمي وترتيب ما أتلفته الأمطار الغزيرة. البلل لحق كل شيء. غادي ابو واحد جوج ملايين الاخراني، انا غنهضر على راسي، واحد جوج، واحد كاين اللي مشات له 4 و5 ملايين. قدرنا شي 5 ثواني يعني 4 ساعات ما كنا ما عرفناش كيفاش شلتنا هذيك الشيء. هذيك السلعه مشاتنا كامله، مشات في الود، مشى اللي تنعرف السلعه كامله داروا باليطات، السلعه صنادق، بقى عاود داك الشيء، ما فهمنا والو. هذا الواد هذا خصو يتصلح، فهمتي، هذا الواد هذا خصو يصلح. ربع ساعة كانت كافية لتغير الشوارع والأحياء ملامحها. عاصفة رعدية قوية أعقبها سيل من الأمطار. الواد كان حامل بزاف الشحم، ما قدر يعني يدخل، وعاد كان واحد الواد راه فاين تحال، فهمتي، تحال يعني كان عمل بلاعه، يعني الا كان سطام شي واحد كان يجي في وسط منه الله يحفظ، يعني الشحم ما قدر زعما يدخل في ديك الساعات. اندفع سيل المياه بقوة جارفة فغمر وسط ومحيط المدينة. استحالت الشوارع إلى برك لم تسعها البالوعات. كثيرة تبارك الله، الماء من الطرف للطرف، الماء كبير. ايوا وشي كيدي السلعة للناس، كل واحد وكيفاش شي يدي السلعة للناس، شي خسائر مادية بزاف، الله يحسن العون. 27 ملم هي كمية الأمطار التي تساقطت على طنجة. المديرية العامة للأرصاد الجوية كانت قد أبلغت عن نشرة إنذارية تهم زخات رعدية بالمناطق الشمالية من الأربعاء إلى الخميس. سوء أحوال الجو كان قد تسبب في توقف حركة الملاحة بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة الإسباني.